بدأ كل شيء حين شاهدت الموسم الثاني الحلقة 25 من وقت المغامرة، ولاحظت شيئا لم أنتبه له في الوهلة الأولى، شيء مفزع. هذا غريب، أنا لا أتذكر أن الأميرة العيلكة ماتت في البرنامج، وهذا كان مجرد رأس الإبرة الذي أوصلني لاستنتاج صادم حقا. داخل مملكة الحلوى سر يحاكي تمويه وخداع الناس الحلوى، ومصدره داخل قصر أميرة العيلكة. صدقوني حين أقول أن هذه واحدة من أكثر النظريات جنونا التي يمكن أن تسمعها عن وقت المغامرة، إنها نظرية أميرة العيلكة. أميرة العيلكة، والمعروفة أيضا باسم بونيبل أو كما أحب تسميتها بي، هي الحاكمة والمالكة الرسمية لمملكة الحلوى في أرض أو، وتعتبر من الشخصيات الرئيسية في وقت المغامرة، وهي أيضا عالمة ومخترعة داخل مملكتها. ويزعم في بعض الحلقات أن أميرة العيلكة خالدة، وهنا بدأت في التساؤل عن بعض الأشياء، مثل كيف يمكن لعيلكة أن تكون خالدة؟ وكيف استطاعت أميرة العيلكة النجاة من الموت بعد أن سيطر عليها الليتش؟ أصبحت صغيرة السن بعد أن تحطم كل جزء من جسمها داخل الجليد فقط، بكل هذه البساطة. شيء ما خاطئ هنا، لكن مهلا. خاصة بالنسبة لسبونج بوب وهذا النوع من الكرتونات التي تتبع نمطا عشوائيا في سير الأحداث، والتي ليس علينا أن نسأل أنفسنا لما حصل هذا وذاك. لكن بالنسبة لوقت المغامرة فهذا ما يميزه عن جميع هذه الكرتونات: التفاصيل موجودة، والحوارات التي تجعله شيقا موجودة، والمنطق المبني حول هذا العالم موجود أيضا، والموت أيضا موجود. رأينا عدة شخصيات تموت طوال أحداث البرنامج، حتى أن الموت يتم تجسيده في بعض الأحيان كشخصية، ومعظم الضحايا التي ماتت كانت بتدخل من الليتش. الليتش لديه قدرات كثيرة، ولكن أساسها يكمن في موت وهلاك أي شيء يلمسه أو يتلبسه. حدث هذا مع بيلي في الحلقة الثانية من الموسم السادس، حيث تدمرت جثته من قبل الليتش ومات. وفي الموسم الثاني الحلقة 24 أسماك المحيط ماتت عند مرور الليتش حولها. نفس الشيء مع بريزمو، مات، وحتى الموت بنفسه مات في حلقة معا مجددا بعدما استحوذ عليه الليتش. الليتش كان سببا في موت كل شيء يقترب منه أو يسيطر عليه، إلا عندما نأتي لأميرة العيلكة، الوحيدة التي استطاعت النجاة من الموت من قبل الليتش لسبب ما. في الواقع أميرة العيلكة هي أكثر شخص تضرر من روح الليتش. سقطت في بركته، وعندها استحوذ عليها حتى تعفنت جثتها، وبدأت الأميرة تتصرف بغرابة وبجنون، والكثير من الجنون. وبعد كل هذا الدمار وتعفن جسد الأميرة، اتحد فين مع ملك الجليد وقاموا بتجميدها، وعندها حصلت واحدة من أكثر اللقطات الصادمة في البرنامج. تدمر جسد أميرة العيلكة داخل الجليد وتحول لقطع متعفنة، ولكن بعد دقيقة من هذا تمكن الأطباء من إنقاذها، وأصبحت أميرة العيلكة صغيرة السن لأن الأجزاء لم تكن كافية لتعيدها لطبيعتها. بقدر ما هذه النهاية مثيرة للاهتمام، فإنها مربكة بعض الشيء. عند فقدان الأطباء الأمل في إنقاذها، نحن لم نرى ما حصل بعدها في غرفة العمليات، ومن حيث لا ندري خرجت أميرة العيلكة لكنها صغيرة في السن. وحقيقة أن الليتش يقتل كل شيء يلمسه جعلت هذه النهاية مثيرة للشك أكثر. ما الذي تحاول قوله هنا يا ويكي؟ هل تقول بأن أميرة العيلكة في الحقيقة ماتت من قبل الليتش، وأميرة العيلكة التي ظهرت بعد ذلك ليست الأميرة الحقيقية؟ استبعدت هذا التخمين في البداية، حتى بدأت في مشاهدة الحلقات التي بعد هذه، ولاحظت اختلافات كبيرة على أميرة العيلكة، تغييرات جعلتني أقتنع أنها ليست أميرة العيلكة السابقة.